اوعى يكون عندك عضلات صدر ضعيفه وتفوت الفيديو ده منك يا كابتن. خد بالك ان اشهر غلطه بشوف الناس اللي بيتمرنوا صدر عالي بالدمبل فيها، هو الدمبل بياخدوه هم تانيين ظهرهم وبيحطوه كده ويبدا يعمل كده يعمل كده ويبدا يشتغل كده. ودي اولا هو ما كانش بيشتغل صدر اساسا كده، هو كان بيشتغل كتف امامي. تاني حاجه بذل مجهود عالي جدا علشان يتمرن ويشيل الدمبل. فاول خطوه محتاجين نعملها الكرسي فلات اهو. لو رفعناه درجتين كده بدأنا نستخدم الصدر العالي، درجة كمان صدر عالي، درجة كمان كده دخلنا الكتف أكتر من الصدر العالي. فأنا من رأيي اللي احنا نخليه في النص درجتين فوق، نتأكد إن البنش ده أو المسند ده كويس ومسنود كويس. نحط الدمبل قدامنا، نفرد ظهرنا كويس، نحطه على الركبة من قدام على قد ما نقدر، نقفل عظمتين اللوح قبل ما نتمرن أي تمرينة صدر، نقفل عظمتين اللوح وننزل كتفنا تحت. هحدف السمانة بتاعتي فوق وهطلع الدمبل، هبدأ من المستوى ده. كوعي بقى ما ينفعش يبقى 90، كوعي 45 لجوه وبزقه لفوق. واحد اتنين. كل الناس اللي بتتمرن تمرينة الصدر وبتشيل اوزان بتلاقي دايما الحته دي بتوجعها. السبب اللي انت دايما بتبقى عامل كده زياده عن اللزوم. خلي ايدك مستقيمه كانك عامل قبضه كانك تضرب بوكس. تاني حاجه خلي ايدك ماسكه الدمبل كانك بتعصر الدمبل او كانك بتعصر البار اللي انت بتعمله. لو عملت الكام خطوه دول تمرينه الصدر بتاعتك هتبقى مثاليه. وبكده يا كابتني انت عرفت شرح الزاويه بشكل مفصل. ما تنساش ان سلسله الفيديوهات دي معموله مخصوص عشان الناس اللي ما عندهمش مدرب فيقدروا يتمرنوا صح، فلازم تعمل شير لصاحبك ومتابعه علشان يوصلك كل جديد. تبعت تسالني عن باقات التدريب الاونلاين، ولو عايز اي تمرينه سيبها لي في الكومنتات.